فيلمنا بيبدأ مع بداية الحرب العالمية التانية مع طفل اسمه أنجز. دايما بيخاف من المية وبيتخيل انه لو نزل المية هيغرق، وبيحب يجمع القواقع البحرية زي ما كان بيعمل مع باباه زمان. وبيلاقي صخرة كبيرة ووزنها خفيف جدا، وبتيجي مامته أنا وبيروحوا البيت وبياخد القواقع والصخرة، وبيبدأ يشوف الصخرة هيلاقيها بتتقشر ولونها غريب وفيها مادة لزجة، لحد لما مامته بتنده عليه فبيسيب الصخرة وبيروح لمامته، والصخرة تتحرك حركة بسيطة. وبيجي الليل وبيكون فيه هوا شديد، وأنجز بينزل المخزن بيلاقي البيضة وقعت على الأرض ومكسورة، وبيبدأ يحس بحركة حواليه وحاجات بتقع، لحد لما بيلاقي كائن صغير شكله غريب. وبيحاول أنجز يقرب ايده منه، لكن الكائن هيخاف منه وهيحاول يعضه. وأنجز هيروح المطبخ ويجيب سكينة وبطاطس وهيقطع بطاطس للكائن يمكن ياكل، والكائن هياكل البطاطس فعلا. وبيرجع اوضته عشان مامته متاخدش بالها انه اتأخر في المخزن وهينام. وتاني يوم الصبح هيصحى على صوت كتيبة تحت البيت، وبيقول لهم كابتن توماس ان الكتيبة هتفضل في بيتهم لوقت معين حسب الاوامر، والظباط بس هما اللي هيباتوا جوه البيت. بيروح انجز مكتبة والده وبياخد منه قاموس، وبيروح يطمن على الكائن بيلاقيه بياكل في جزمة والده، وبيعرف انه جعان وبيطلع المطبخ وبيجيب له السلة اللي فيها بواقي الاكل عشان ياكل. وهيقرر يسمي الكائن كروزو على اسم كاتب الكتاب المفضل بالنسبة له. وبيفتح أنجز القاموس عشان يعرف نوع كروزو ايه، لكن ما بيعرفش. وبعد ما كروزو بيخلص اكل أنجز هيلاقي جلد كروزو جاف جدا ومحتاج مية. بيحط في السلة مية على كروزو، بيلاقي كروزو فرحان جدا وبيفضل يعوم. وفي يوم مامته هتكون عاوزة أنجز عشان تقوله حاجة بخصوص والده، وبتلاقي لويز عامل البيت الجديد وبتطلب منه انه ينظف المخزن لانها شاكة ان ابنها بيربي حيوان فيه، وان هي منع الحيوانات في البيت. وبيبدأ لويز في تنظيف المخزن، وبيلاقي أنجز لويس بيرمي المية اللي كروزو كان فيها، فبيجري عليه ومش بيلاقي كروزو. وبيسأله أنجز بيعمل ايه، هيقوله لويس انه بينظف المخزن اوامر من والدته. بيدور أنجز على كروزو طول اليوم، بيكون كروزو في البيت وكلب الكتيبة هيجري وراه، والكلب هيكون مربوط في البوتاجاز وبيبهدل المطبخ لانه هيشد الحبل جامد. والطباخ هيحبس الكلب في المخزن عشان ما يبوظش حاجة تاني، لحد لما أنجز هيلاقي اخته بتصوت وهي خارجة من الحمام، وبيفهم انها شافت كروزو وبيجري وراها عشان ما تقولش لحد. وبيشرح لها كل حاجة وبيوريها كروزو وهو بيعوم في البانيو، وبتوعده اخته انها مش هتقول لحد. ومامته انا بتروح تدي هدوم جوزها القديمة للويس، وهيقول لها انه هيشكر جوزها لما يرجع، لكن بتقوله ان جوزها مش هيرجع لانه غرق من سنة في سفينة، وان ابنها ما يعرفش لحد دلوقتي ان ابوه اتوفى. وبتقوله ان الحمام عاوز يتصلح، وبيطلع يلاقي انجز واخته جوه الحمام وبيحاولوا انهم يمنعوا لويس، لكن مش هيعرفوا يمنعوا. وبيشوف كروزو وبيتخض، وبعد كده هيقول لهم انه شبه حصان البحر، وان الاساطير بتقول انه ذكر وانثى في نفس الوقت، ولما بيكبر بيبيض بيضة واحدة وبيموت بعدها على طول. ومامته انا هتخبط عليهم وبيترجوا لويس انه يخبي على مامتهم، وبيوافق. وبيقولوا لمامتهم انه بيصلح الحمام، وبيخرج انجز من الحمام وبينسى الباب وراه. وبيخرج كروزو وبيكون الكلب مفكوك وبيجري ورا كروزو، وبيبدأ يكسر في كل اللي حواليه عشان يوصل لكروزو. وبينزلوا عند اوضه السفرة اللي متجمع فيها الضباط، وانا بيهجم عليهم كروزو والكلب بيجري من فوق السفرة وبيبوظ الوليمة. وبيخرج كروزو بره البيت وبيهرب من الكلب، وبينط في النافورة اللي فيها سمك. وبيلاحظ لويس انه كبر عن اخر مرة شافه فيها، وبيقرروا يحطوه في بحيرة ويحرروه عشان حجمه كبر جدا. وبعد ما بيرجع انجز البيت هيلاقي ان امه كلمت كابتن توماس عشان يشغله باي حاجة غير الكائن ده، وكابتن توماس هيشغله في تدريباته وما بيقدرش يشوف كروزو، لحد لما انجز بيقدر يهرب من توماس وبيروح يشوف كروزو. وبيقعد يستناه لكن مش هيطلع له، فهياخد مركبة وهيروح نص البحيرة عشان يشوف كروزو. وكروزو هيكون عاوز يلعب معاه زي زمان، بس هيكون كبر جدا من اكل السمك اللي في البحيرة. وبيركب انجز على ظهره وبيلعب في المية، لكن انجز بيخاف من المية لكن بيستمتع مع كروزو. وبيلاقي شبكة كبيرة جدا الجيش قافل البحيرة بيها. وبيرجع البيت وبيحكي للويس وكريس اخته على كروزو. وبيجي تاني يوم ياخدهم الكابتن توماس عشان يوريهم شغل الكتيبة على التل، وبيفرجهم على قوة المدافع. وبيتجنن انجز لما بيلاقيهم بيجربوا المدافع على البحيرة اللي فيها كروزو، لكن بيفشل انه يمنعهم، وبسبب انه كان هيتأذي من الصواريخ بتحبسه والدته في البيت. وفي يوم بيكون في مصور شاف كروزو في البحيرة وبيحاول يصوره، لكن كروزو مش هيطلع، فهيحاول يقلده عشان يجري ورا الشهرة. وبيشوفها سترونج من كتيبة الجيش وبيأكد انه شافه في البحيرة، وبيقول لصاحبه في الكتيبة انهم هيروحوا يقتلوه. وفي يوم هيجري انجز عشان يطمن على كروزو من الصواريخ اللي كانت بتتضرب، وبيروح
معاه لويس، وبيفضل أنجز ينده عليه وبيطلع له لحد لما بيهجم عليهم، وبيخاف أنجز ولويس وبيقول له إن كروزو بقى كائن بري وهيهجم على أي حد لأنه خاف من الصواريخ اللي حصلت له. وبيسمع الكلب بتاع سترونج، فهيكون سترونج ووكر رايحين بمركب يقتلوا كروزو، لكن كروزو هيقلب المركب بيهم وهيكون عاوز ياكل سترونج بعد ما ووكر وصل الشط. بيحاول أنجز إنه يمنعه من قتله، وبيفضل يعوم أنجز وهيغرق، وكروزو هيرمي سترونج بعيد عن الشط، وهيروح لويس بسرعة ينقذ أنجز. وبيجي توماس وأنا وبيصدقوا أنجز وبيتأكدوا إن ابنها ما كانش بيكذب ولا بيتخيل، وبيفضلوا الكتيبة يضربوا عليه صواريخ. وبيحاول أنجز يقول لكروزو يستخبى من الصواريخ، ولأن الجو بيكون عاصف وتراب ما بيقدرش توماس يمنع الأوامر من اللاسلكي. وبيشوفوا منظار بيفتكروه منظار ألماني جاي يهجم عليهم، لكن بتكون راس كروزو. وبيسيب أنجز كروزو عشان يستخبى تحت البحيرة، وبيكون أنا ولويس في مركبة خايفين على أنجز يغرق. وبيتحرر كروزو لما بينزل تحت البحيرة، وبيفرح جدا أنجز إنه ما قدروش يقتلوه، وبيشوفوه لآخر مرة هو وعيلته في البحيرة وهو بخير. لو الفيلم عجبكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا كل الأفلام الجديدة. أشوفكم الفيلم الجاي.